المهرجانات راه من الامور الاساسيه اللي توصل للمغرب بعد معاناه. كون واحد المهرجان بحال مراكش ضابط نفسه على انه بحال لقاء دولي ديال السينما، يمكن تقول لي بما له وما عليه، ولكن هذاك اللقاء تيجعل من المغرب واحد النقطه اللي لمده 10 ايام تتكون الوسائل ديال الدنيا والدين كلها تتقول لك هذا مراكش وهذا المغرب الى اخره. مازال ما وصلناش للمبتغى، مازال ما وصلناش للمستوى ديال، ماشي هذا اللي مهم. كونه تينعقد سنويا وتيجيب اسماء بحال كوبولا او بحال سكورسيز او بحال ديك الناس اللي جاو كلهم عندنا تيترأسوا اللجنه، هذا في حد ذاته تنعتبروه واحد المكتسب مهم. مازال ما وصلناش ان فيلم مغربي ياخذ الجائزه الكبرى تما، معليش راه حتى حاجه ما تدار في 10 سنين ولا 5 سنين، لا، الاستمراريه هو الاساس. والخطا الكبير اللي كل الدنيا كلها تتعرفوا هنا في هذه القاعه هذه هو ان المغرب عنده واحد القضيه سبحان الله والسلام، يعني غير الله يسمحنا، ما كاينش تراكم، il n'y a pas d'accumulation. راه قراو غير بعد كارل ماركس الكتاب ديالو الرأسمال الكابيتال، لو كونسيبت اسونسييل سي l'accumulation primitive du capital. Il n'y aura jamais eu de capitalisme s'il n'y avait pas l'accumulation. حنا تيمشي وزير تيبدل كل شيء، تيمشي مدير يجي مدير يمكن، يعني المكتسبات اللي التاريخ ديال المغرب كله تيتسنى بها، فاحتفظوا على هذه الامور اللي عندها استمراريه. المهرجان ديال مراكش ندافعوا عليه بما له وما عليه، كاين انتقادات ما كانش، ولكن اللي دولي ضبط نفسه واللي انطلق 2001 وكان تساؤل كبير واش يدار او ما يدارش، لان كان غادي يدار هو 15 و 16 سبتمبر بعد 11 سبتمبر 2001، والقرار جاء من عند صاحب الجلاله قالوا لي يبقى يستمر، اساس انه يبقى وما زال مستمر.